هات لي 200 دولار عشان اجيب سندوتش الطعميه. ان كان كده معلش خد بقى 450 وهات لي معاك سندوتش انا كمان. وماذا عن الدولار النهارده؟ النهارده الناس منزعجه جدا من الدولار. في عمليه ترنح للجنيه، بيطلع وينزل، بيعوم ويقع، بيطلع والى اخره. يعني نزل هي بالظبط بقت 15% قيمه الجنيه والانخفاض او خفض قيمه الجنيه. يعني قيمه الدولار كانت اكبر من 15.70. النهارده بنتكلم في زي ما احنا شايفين في الجراف 18.54. ده راح ده جه، ده هيوصل 20 لا 25 لا 40 زي ما كانوا بيقولوا هيوصل 150. ممكن تشرح للناس ايه اللي بيجرى في الدولار؟ بص حضراتكم، انا راجل اكاديمي باي تريننج. يعني اي حد هتسمعه في تلفزيون او هتشوفه في تلفزيون، هتسمعه في راديو، هيقول لك ان الدنيا سواد واللي جاي سواد، بعد اذن حضرتك الشخص ده ما بيفهمش حاجه. وانا قلت لكم امبارح وبكررها تاني، اللي جاي هيكون اصعب من اللي احنا فيه. ما بيفهمش اي حاجه. يا ابني انت اصلا تفهم اي حاجه؟ فاشل فاشل فاشل. في ضغوط على الدولار لدرجه انه مش موجود، وبالتالي هيرتفع سعره والشح والسوق السوداء. طب اختفي انت من قدامي، اختفي. بنعرض على الحكومه المصريه مبادره، ايوه، تملك المصريين في الخارج ارض زراعيه، ارض العمر. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. انا هجيب له شقه في القاهره وحماماتها في الجيزه على النيل اول الصحراوي. تستصلح له ارض واديله السكن اللي هو عايزه، واديله فيها حظيره، مواشي، اي حيوانات، اي طيور. وزة احنا في الزريبه. في الزريبه؟ لا ما تفهمش غلط. وقول له حول الفلوس بالدولار وتعالى تملك هذه الارض. والله يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين، واحد بيصلح دماغه. بعض الناس تقول لك ما فيش حاجه في مصر بتغلى وترخص تاني، اشمعنى الدولار لا يرخص؟ ليه ما كان كله. يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. دي الحقيقه، واخد بالك؟ الازمه المره دي ولا الدوله ليها دعوه بيها ولا الحكومه ليها دعوه بيها. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ ان ارتفاع الدولار ده الامر ده شيء ايجابي. طبعا ليه شيء ايجابي، له مميزات موجوده وهي اللي هتأدي انه هيتحسن. اول انبهار ان انت تقدر تصدر اكتر، السياحه تجيلك اكتر. فاحنا بنستورد اكتر ما بنصدر. جاي كحاله عماه. التصدير هيتحسن لان انت اصبحت العمله بتاعتك رخيصه. هذا يحدث اذا عندك هيكل انتاجي وعندك سلع بتصدرها، اقدر اقول لك الاجانب هيجوا يشتروا مني لان سعر رخيص. لكن اذا انا اصلا ما عنديش انتاج، يا حضرات احنا بنستورد القمح، احنا اول دوله، اكبر دوله في العالم في القمح. استاذن انا بقى عشان شكلي جاي في وقت غير مناسب. وبعدين هيشهد استقرار. عندي معدل ايه مش فارق معانا، هيشهد استقرار. غير كده شكليات. يا فندم انت مع التعويم؟ انا مش ضد التعويم، بس التعويم له اصول. يا جماعه انا عايزه حلول جديه وحلول حقيقيه. يا جماعه احنا هنخلي سعر الجنيه بالكيلو، ايه رايكم؟ ازاي يعني؟ بالكيلو كده، كيلو جنيهات. فلوسك يا معلم جرموط. كريدت كارت اهو يا معلم، عندك مكنه؟ كراكيت ايه؟ كريدت كارت يابا. هو في تاجر بيمشي بفلوس دلوقتي؟ انت جديد في السوق ولا ايه؟ ده في كوميسه وفي ليله داخلين عليها يا عم. تجربتنا التاريخيه الطويله بتقول انه الازمات بتقوينا مش بتضعفنا. سعر الدولار، سعر الجنيه امام الدولار سيستقر مره اخرى، وان شاء الله الازمات هتعدي زي ما كتير من الازمات عدت على مصر عبر التاريخ. وانا بقول لكم، قلت امبارح وبقولها تاني، هينزل الدولار تاني. مش عند سعره القديم اللي هو 15.70 ولا عند 18 ونص دلوقتي ولا 19، في السعر العادل اللي هو بالمناسبه انا ما اعرفوش. لا يلا يا عم، يلا يا عم. وفي اي دوله تانية على وجه الكره الارضيه كلها عاشت في 10 سنين بس ثورتين ووباء وازمه عالميه ورا ازمه، كده كلهم ورا بعض؟ عيد الام بقى، وامنا مصر هي اغلى حاجه في الدنيا. وده بقى اللي علمته لنا مصر، علمتنا ما نقولش ايه اديتنا مصر، لان لو كانت اديتنا ما كناش اتغربنا واتقتلنا. 5 بالحب.